نقرأ في هذه الصور. يعني دعيني أبدأ أستهل كلامي بقول يخرج من النفق، يسير بين الأنقاض باحثا عن مكان آمن، ليس لتأمين ذاته بقدر ما هو اختيار المكان الذي يمكنه من استهداف آليات العدو. وكأنه كأنها يكتب عنها قصة، يخرج من النفق إلى بين الأنقاض ليعيد الأمل والبسمة ويعيد الحياة. عسكريا على الجانب دعيني الإسرائيلي. أتحدث في البداية. فضل. أخص هؤلاء الشباب، يعني معصوب الرأس هذا مصاب، ورغم ذلك يحمل القاذف ويخرج من النفق ويتحرك باحثا عن مكان. هذا إنسان غير طبيعي، هذا فوق مستوى الإنسان العادي من حيث إيمانه بقضيته. هذا لا يمكن أن يهزم، حتى لو حشدت كل الشعوب لا تهزم، الشعوب لا تهزم. وهؤلاء يمثلوا شعب يدافع عن كرامة، يدافع عن وطن، يدافع عن عرض، يدافع عن شرف الأمة. ثم يأتي هذا الفيلم ليظهر حقيقة المقاتل الفلسطيني رغم كل الظروف المحيطة، رغم كل المعوقات، رغم كل الصعوبات، رغم عدم وجود إمكانات كبيرة، يخرج بلباس بسيط غير محمي، قد لا يرتدي حذاء مناسبا يمكنه من الحركة، معصوب الرأس، مصاب، رغم ذلك يدمر دبابة ميركافا بقذيفة ياسين تكلفتها $50، يدمر دبابة بغض النظر عن القيمة المادية 6 مليون أو ما شابه ذلك. لكن رمزية هذا العمل، رمزيته قد تعادل وتتفوق على البعد المادي، لأنه هذا يمثل إصرار شعب على الحياة ويصيب جنود في كامل عتادهم العسكري. نعم. ذلك لاحظ الفرق، لاحظ هذا الشاب الذي يركض فقط يحمل سلاحه، بينما ذاك يأتي مدجج محمي بكل شيء، وتكون النتيجة كما شاهدناها في الفيديو. أنا هنا لا أمجد، رغم أنهم يستحقوا التمجيد، رغم أنهم يستحقوا التمجيد، ولا أخجل بتمجيدهم. لا، هذا النوعية من الشباب هذا أمل أمة، هذا أمل أمة. هذا يشبه قلاع صلاح الدين الأيوبي في الغزوات الصليبية والحملات الصليبية، عندما كانت هي نقطة التحول في تحرير فلسطين ودخول بيت المقدس، وهذه هي الخطوة الأولى على تحرير فلسطين.